يقول لك الفطير صنعه واحنا عمامها. اوعى تقول تاني هقول ما تقول. ازيكم؟ النهارده هنجرب مطعم من اكتر المطاعم اللي الناس اتكلمت عنها الفتره اللي فاتت، وهي عم سمير بتاع الفطير. مع الشيف سمير البيتزا في رفع البفره وانا هديكوا سفره. كاتب لك ايه؟ في الاكل فنان وفي المعامله جدعان. بتقول ايه انت؟ هنبدا كده واحده واحده كروكي ونشوف هيطلع في قرعتنا ايه. طيب تعالوا نقول بسم الله ونشوف دي ايه. نقوم واخدين واحده كده اهو، دي غالبا شاورما الفراخ. بسم الله. دي فعلا الشاورما الفراخ. العجينه بتاعت الفطيره حلوه، لا هي تخينه ولا هي رفيعه زياده عن اللزوم، مورقه. ميكس الجبن اللي هو حاطه عباره عن جبنه رومي وموتزاريلا، طعم الجبنه الرومي باين من بعيد، وحاطط بس فلفل رومي. يعني انا ما شفتش مثلا ايه طماطم او فلفل الوان او كده. كميه الفراخ اللي هو حاططها كويسه، لكن طعم الفراخ نفسه مش شاورما. يعني ده مش طعم شاورما، ده فراخ متشوحه كده بملح وفلفل بس، بسيطه قوي، بس هي الصراحه مليانه. تعالوا نشوف اللي بعدها. دي بقى السجق الكيري، دي بقى اللي عليها بروباجندا جامده قوي. سجق كيري وسط ب 140 جنيه. تعالوا ناخد حته من النص كده. بسم الله. دي مزيته شويه، فيها زيت شويه، جايز جاي من التشويحه بتاعه السجق، غير الفراخ كانت ناشفه. تعالوا ناخد حته كده من النص. انا حاسه ان هو بيبقى جنب ما فيهوش خضروات وجبنه قوي، وجنب فيه كتير. دي مثلا الحته دي مليانه جبنه وخضروات. بصوا، هي كجوده فطير وكجوده الحاجات محشيه جوه الفطير ما يختلفش عليها اتنين بصراحه. جوده كويسه قوي، طعم الحاجات ظاهر ان هي حلوه. لكن عجبني انا الميكس الجبن اللي كان محطوط مع الفراخ اكتر من الجبنه الكيري دي مع السجق. معرفش ازاي، بس هي مسمعه قوي عنده، بس انا ما عجبنيش الجبنه الكيري قوي قوي يعني مع السجق. ممكن تبقى احلى مع حاجه تانية. فتعالوا نشوف اللي بعدها. ما ننساش الصوصات بقى. هو باعت لي تقريبا ده باربيكيو، ده رانش او حاجه. دي غالبا كده التونه. تعالوا ندوق فطيره التونه. ولازم يا اما نجرب التونه يا الجمبري. الجمبري كان واحده الوسط ب 180 جنيه، قلنا لا نجيب التونه حنينه شويه. تعالوا بقى ندوقها بالباربيكيو كده، وهيكون عسل تبقى مشكله. لا مش عسل باربيكيو. كمان نفتير يعني، فممكن يبعت لنا عسل عادي. بس عنده حاجات كتيره قوي مش موجوده عنده، يعني عنده في المنيو مش موجوده عنده. يعني مثلا ايه، عايزه فطيره مشنكاح. في مشنكاح موجوده. في لا مفيش مشنكاح. عايزه حاجه اسمها خد الجميل، لا دي موجوده في فرع المعادي بس. عايزه فطيره شاورما لحمه، لا والله مش موجوده. طب عندك ايه يا باشا؟ انت ايه؟ مفيش بني ادمين جواك؟ اكلم دومه. حضرتك فاتح ليه؟ قال لي والله اللحوم كلها مش موجوده. ماشي. لطيفه التونه، سواها مظبوط، مش مزيته قوي زي السجق. واخده نفس الايه نوع الجبن اللي هو الموتزاريلا والرومي مع القوطه والفلفل الرومي. تعالوا نشوف اخر فطيره وسط من الفطاير البنوره من ايد عمك سموره. هو اللي قال كده مش انا. انتوا عاوزين ايه؟ دي بقى كده غالبا التشيكن رانش الوسط، وهو جايب لي صوص الرانش ايه معاها بره. دي يا جماعه ب 150 جنيه، وبتاعت التونه برده كانت ب 150 جنيه. تعالوا بقى ايه نستنضف حته كده. حروقه سيكه من تحت، دي الوحيده يعني بصراحه، لكن الباقي سواهم مظبوط جدا. ونغمسها كده في صوص الرانش. الرانش ولا الرانش؟ حلو صوص الرانش، بس لازع شويه، بس لو كان على الفطيره من على الوش كان يبقى احلى. دي بقى الفطيره تاخد وتدي معاك كده. فطيره الشاورما الفراخ والتشيكن رانش الاتنين واحد بالظبط، الفرق هو صوص الرانش. بالنسبه لي مع صوص الرانش بيديها مذاق مختلف شويه، لوحدها برضو حلوه بصراحه. تعالوا بقى نشوف الفطيره الرول والفطيره الحلوه عشان نختم عم سمير. تعال واحده كمان من امثال عم سمير، واحده كمان. انجعوا زنوا ونشبعوا غنوا. هو بيكلم مين ده؟ بيكلمنا انا. اخر حاجتين
دي فطيره رول. حبيت ان انا اجرب الفطيره الرول من عنده، جبتها ميكسات، ميكس جبن مع زنجر. اوكي، الميكس ده كان ب100 جنيه. شكلها محروقه قوي. ايه ده؟ نقي واحده من النص كده، بسم الله. لا الرول ده مش حلو خالص، الرول ده مش مميز فيه نهائي. اولا كده محروق قوي، والعجينه دراي كده جدا زياده عن اللزوم. ثالثا نوع الزنجر اللي هو حاطه فيه كده حس ان هو ساح خالص، لدرجه ان انا مش عارفه هو الزنجر فين بالظبط. لا بالنسبه لي الفطير كان اروع بكتير. الفطير اللي هو ده كده محتفظ بقيمه يعني. تعالوا بقى نحلي. تعالوا نشوف بقى على مزاج كده البغاشه واللبن الوسط دي ب60 جنيه. ناخد لنا واحده كده هي صغيره. هو ده الكلام، حلو. هي عباره عن فطير، كل نوع فطير واحد يعني، متغرقه في اللبن وعليها سكر بودره من على الوش. فايه بغاش، لا حلو. اللبن مع السمنه البسيط مع السكر مديها السكر مظبوط بتاعها والغناوه بتاعتها. يعني انا بحب الحاجه الغنيه قوي. وبكده يكون عم سمير بصراحه النهارده كان حلو قوي. بالنسبه للفطاير الرول ما عجبنيش. اكتر حاجه في الفطاير عجبتني كانت بتاعه السجق، بس انا كنت افضل معاها جبنه موتزاريلا والرومي اكتر من الكيري، ولكن الكيري مش وحشه برضو. تاني واحده عجبتني هي فطيره شاورما الفراخ، او هي الفراخ بالرانش، حلوه برضو. والبغاشه بتاعته جميله جدا. عجبني اكتر الامثال بتاعته بصراحه، انه معتد بنفسه قوي كده. يقول لك الفطير صنعه واحنا عمامها. اوعى تقول تاني. هقول ما تقول. ماشي يا عم سمير، ماشي. بس كانت تجربه لذيذه، ومتهيألي ان هي لو في المطعم وسخنه بقى لسه جايه من الفرن وكده هتبقى احلى من كده كمان بكتير. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك بقى. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.